أوتشاكو، ماذا؟ لما التحقت بمدرسة الشجعان؟ انا جيت يا جماعة، وبما اني قلت الفيديو اللي فات اني هرسمكم وادخلكم في مشاهد متحركة، الكومنتات كانت كتيرة قوي، وبالتالي الفيديو هيبقى كبير قوي. قلت انزل لكم منه جزء صغنون كده تصبيرة يعني. قبل ما نبدأ حابة اشكر لوجي، ميرسي قوي، احلى لوجي في الدنيا، وان شاء الله يبقى في فيديو مشترك بينا بقى. ميرسي يا احلى متابعين على احلى لايكات واحلى كومنتات. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتعملوا كومنت جميل علشان بتعب قوي في الفيديو يا جماعة. اول متابعة هبدأ بيها وهي كامي، فقلت بما اني هدخلكم في مشاهد سبيستون شوية، تمام، فقلت احب اخلي شكلكم مايل للانمي شوية، وبما اني الوانها مبهجة فحبيت ارسمها بالطريقة دي. معرفش ليه حبيت اغير لها شوية في شعرها ولون الدريس بتاعها، حسيت انه هيبقى يعني كيوت قوي اكتر على الشخصية، ودي كانت النتيجة. والشخصية التانية هتبقى أنس، وبصراحة الشخصية دي احترت فيها قوي ان انا احولها لانمي، وفي نفس الوقت مش عايزة اخرج من اطار الصورة عشان شكلها ما يتغيرش قوي، فدي كانت النتيجة. بصراحة انا شفت بما ان الشخصيات على انمي شوية وكده، فحبيت اشوف مشاهد في سبيستون وادخلكم فيها. يلا بقى. أوتشاكو، ماذا؟ لما التحقت بمدرسة الشجعان؟ ولما تريدين أن تصيري بطلة منقذة؟ السبب هو المال. المال؟ ستصيرين بطلة من أجل المال؟ إن أردت الحقيقة فنعم. وبعد ما شفتوا المشهد قولوا له رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش انا بتعب يا جماعة وانا بشتغل الفيديو ده، ويا ريت تشجيع حلو منكم كده زيكم جميل، ووصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. والشخصية اللي هنختارها بعد كده هتبقى منى، وميرسي قوي على الكومنتات الجميلة يا منى. هي حتى الصورة بتاعتها عاملة عين والتانية لأ. في شخصيات في الانمي كده لو افتكرتوها هتلاقوها برضو بنفس الطريقة دي، بيبقوا منزلين شعرهم كده على وشهم، فحبيت تبقى شوية مايلة ليهم بس بنفس ألوانها وبنفس صورتها، ودي كانت النتيجة. الشخصية التانية بقى هي مها، وصدقوني أنا كنت بختار عشوائي خالص، وكده كده ما تقلقوش لو لقيت دعم منكم هرسمكم كلكم إن شاء الله. وهي شكلها صغنون كده وكيوت، فحبيت أغير شوية صغننين كده من الصورة بس نفس ألوانها طبعا، ودي كانت النتيجة. والمشهد هيكون سايا، من سيعطينا الدرس في رأيك؟ لا أدري، فالمعلم إيزاوا لا يزال في المشفى بسبب إصابته. وبكده نبقى خلصنا التصبيرة الصغنونة اللي قلتلكوا عليها، وبس كده، باي.